بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ميريغ مي مجلس حاضر ودان تبوي إمها لوبتي أخونا أختون أدي ميريغ مي مجلس ದುರಾಘಾತುಂ ಬಲ್ಲವ ಅಡುವಸ್ವ ಮುಗೆಂದವ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಲೋಬೆತಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಇಜ್ಜತಿ ರೈತುಂ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಆದೆ ಮಿರೇಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ವರಂ ಉಫಾವರಿ ರೇ ಮಿರೇಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಹಿತ ಉಫಾವರಿ ಕಮ್ಗೆ ಇಹ್ಸಾಸ್ತಕ್ಕೆ ವದಗೆಂದಾರೆ. ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದುನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ಗೆ ಮಾ ಮಿಸ್ಕಿಕೊಳು ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದುನ್ ನಬವಿಗೆ ಇಜ್ಜತೆರಿ ಇಮಾಮ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನಾಯಕುಗ ಮಿರೆ ಮೀಹೇದ ಕುರಾ ವಗುತಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ವೆಸಿತ ಉಫಾವೆರಿ ಕಮ್ಗೆ ಇಹ್ಸಾಸ್ ಕುರಾನೆರೆ. ಫದಿಲತು ಶೇಖ್ ದುಕ್ತೂರ್ ಸಲಾಹ್ ಅಲ್ ಬುದೈರ್ ಎಮ್ಮನಿಕ್ಫಾನಕಿ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದುನ್ ನಬವಿಗ ಅಶಾವೀಸ್ ಅಹರು ಅಂದೆಂ ಇಮಾಮುಕಂ ಕುರವ್ವ ಬೇಫುಳೆ. ಅಶಾವಿ ಸಹರುಗ ದಿಗು ಮುದ್ದತ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದುನ್ ನಬವಿಗ ಇಮಾಮ್ ಕಂ ಕುರವ್ವ ಇಜ್ಜತೆರಿ ಇಮಾಮ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ನಾಯಕುಗ ಮಿರೇಗ ಓಮಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಉಫಾ ಕುರಾ ಕಮೆ. ಎಮನಿಕ್ಫಾನಕಿ ಮದೀನಾಗೆ ಮಹಕಮತುಲ್ ಇಸ್ತಿನಾಫುಗೆ ಇಸ್ ಗಾಜಿ ವೆಸ್ಮೆ ಅದಿ ಮಿಕಂ ಕಮುಗ ಇತುರುಂ ಆದೆ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್ಗ ವೆಸ್ ಎಮನಿಕ್ಫಾನು ಇಮಾಮುವೆ ನಮಾದ್ ಕುರೆವ್ವಿ. එහෙන්කමුන් අල්ගොන් මෙන් දිවෙහි එම්මෙහා ලොබෙති රයිතුන්ගේ නමුග එමනික්ෆාන වර ඉඛලාස් සරිකමයකුගා මර්හබා දන්නවා. أيها الحضور الكرام، إننا نسعد في هذه الليلة المباركة ونرحب بشيخنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. ولا يفوتني في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الموافقة السامية على زيارة فضيلة الشيخ الدكتور صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف لجمهورية المالديف. كما لا يفوتني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على دعمه لهذه الزيارة، وعلى التنسيق الكامل بوزارة الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف، ولكل ما يقدمونه من جهود عظيمة لنشر الاعتدال والوسطية ولنشر العقيدة الصحيحة في أنحاء المعمورة. كما أعبر عن شكري وتقديري إلى سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية المالديف على التنسيق الكامل والدعم المستمر لوزارة الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف. وأرحب بكم فضيلة الشيخ الدكتور لبلدكم الثاني جمهورية المالديف، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني. إمها عزتري أخونا أختون ميريغا تيا عزتري أخونا أختون عزتري الموريا إمام المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور صلاح البدير دارس أدوس سمتكا تيمها لبيت أخونا أختون ودا النبي كمي ألغون من أمنا ورم ماتير أفاور كمي لبيجن دي كمي تيمها لبيت أخونا أختون شكر أدا كرا حاله ألغون وقت ميرواني فضيلة الشيخ الدكتور صلاح البدير تيمها عزت أخونا أدي راجع لبيت أمها ريتنا مخاطب كربوما فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام التي أروى القلوب طهرها وفاض في الأرض نهرها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقترن بالخلود ذكرها،
ويسدل على الهفوات سترها، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله شهادة يعم الكون نشرها، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة من هل من السماء قطرها. أما بعد، فإني أشكر حكومة المالديف وعلى رأسها فخامة رئيس جمهورية المالديف، وكذلك أشكر أخي صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شهيم، وكافة المشايخ الفضلاء، وكذلك الوزراء والحكومة المباركة. وأسأل الله أن يحفظ هذه البلاد، وأن يجزي ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خير الجزاء وأوفاه على موافقتهما على هذه الزيارة ودعمهما لقضايا الإسلام والمسلمين في كل أنحاء العالم. من الله حمد شكر كرم ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما الصلوات سلام لبن يدي دعاء كرم من فرصتك راجع عزت رئيس الجمهورية شا ديوه سركار شا أدي إسلامك منستري ورا إخلاص كما يكوغا شكر دنوان أدي ألغون ديوه راجع مكورا زيارتك انتظام تن هم جيسي كما تكا سعودي عربية رسكفان سلمان بن عبد العزيز يمنك فانو ولي أحد محمد بن سلمان ورا إخلاص كما يكوغا شكر دنوان. وهذه بعض الوصايا في أهم القضايا تذكرة وتبصرة، والمؤمن يقبل التذكرة وتنفعه الموعظة لأنه يخشى سوء العاقبة فينظر ويفكر ويستبصر حتى يقوده النظر إلى اتباع الحق. ميري ألغون واهك دكان غستكرا موضوع كي مهم باي وصيتك به غتم أي مؤمن تكون هيتك إكان هدانكو عمل تن إصلاح كرمتك. الوصية الأولى: إن سعادة العبد وفلاحه إنما هي في التمسك بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وآدابا وسلوكا، وفي صدق التأهب للقاء الله تعالى. وإن من سعادة العبد أن يرزقه الله الإنابة، وأن يكون همه مرضاة الله تعالى. ومن كانت الدنيا همه نزع الله الغنى من قلبه وجعل فقره بين عينيه وشتت الله عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما رزق. ومن كانت الآخرة همه جعل الله الغنى في قلبه ونزع فقره من بين عينيه وكف عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة. قال ابن القيم: فاحرص أن يكون همك واحدا، وأن يكون هو الله وحده، فهذه غاية سعادة العبد. وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل. فمن أراد السعادة والهناء والسكينة والطمأنينة فليتقرب إلى الله بالطاعات، وليراقب الله في الحركات والسكنات، وليتب من الذنوب والهفوات، وليقلع عن المعاصي والخطيات، وليستدرك ما مضى قبل الفوات وحلول الأجل والوفاة. إن كنت تسعى للسعادة فاستقم تنل المراد وتغدو أول من سما. لقد علمت وخير العلم أنفعه أن السعيد الذي ينجو من النار. فيا طالب السعادة ارغب في الآخرة، وانظر في حالك ومآلك ونشرك وحشرك وسؤالك. قال جعفر بن محمد رحمه الله تعالى: من نقله الله من ذل المعاصي إلى عز الطاعة أغناه بلا مال، وآنسه بلا مؤنس، وأعزه بلا عشيرة. ما شقوة المرء بالإقتار يقتره، ولا سعادته يوما بإكثار. إن الشقي الذي في النار منزله، والفوز فوز الذي ينجو من النار. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ليس السعيد من دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد.
أصبحت من سيئاتي خائفا وجلا، والله يعلم إعلاني وإسراري. إذا تعظمت ذنبي ثم آيسني، رجوت عفو عظيم العفو غفاري. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينه وبين الناس. وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلوب تضعف وتمرض، وربما ماتت بالغفلة والذنوب والمعاصي. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. فالهوى أعظم الأدواء، ومخالفته أعظم الدواء. ومن أفضل العبادات الإمساك عن المعاصي والخطيات، ومراقبة الله عز وجل عند الشهوات والمحرمات. تعصي الإله وأنت تظهر حبه عار عليك، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. في كل يوم يبتديك بنعمة منه، وأنت لشكر ذلك مضيع. وقال أبو العتاهية: أراك امرأ ترجو من الله عفوه، وأنت على ما لا يحب مقيم، فحتى متى تعصي ويعفو إلى متى؟ تبارك ربي إنه لرحيم. وإن القلوب لتحيا وتقوى وتصح بالتوحيد والطاعة وقراءة القرآن وتلاوته وتدبره، والنظر في كلام المفسرين، والنظر في كتب السنة وشروحها، والنظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفاته وسجاياه وصبره وحلمه وعفوه وطيب روحه ورائحته وعبادته وخشوعه. هذه هي الوصية الأولى. ಆದೆ ಅಲ್ಗೊಣಗೆ ತರ್ಜಮಾಗ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಗೆನ್ನನಿ ಶೇಖ್ ದೆಮ್ಮೆ ವಿದಾಳುಯಿ ಫುರತಮ ವಸಿಯತುಗೆ ಖುಲಾಸ ತರ್ಜಮಾ ಅಳಾಗೆ ಬಾಜ್ಯವರಿಕಂ ಒತಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಶರಿಯಾತುಗೆ ಅಸಾಸ್ತ ಕಮುಗಾವ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಕೀದಾಯ ಶರಿಯಾತ ಅಖುಲಾಗ ಅದಬ ಸುಲೂಕುಗೆ ಹಿಫಾಟ್ಟಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಳಾಗೆ ಹುರಿಹಾವೆಸ್ ಕಂಬಡುವೆ ಗುಳಿಫಾ ಒನ್ನಂವಾಣಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾಯ ಕುತ್ತಮುಮ එකලාංග රුස්සවුන් ලිබිගතුමා ආඛිරතුගේ හයා බාජ්‍යවර කුරුමුග මච්ච එකලා ඒනාගේ කම්බොඩුවාම් වාණි ඒනාගේ කම්බොඩුවාම් වාණි මි මාද්දී දුනියා මෙදුගේ නෝ මීහෙගේ හුරිහාවෙස් කම්බොඩුමකි මි ෆනාවනිවි දුනිය කමුගා හදාෆිනම මෑන් අල්ලාහු ඒනාගේ නෆ්සුගේ ෆුදුන්තරිකම මුස්සන්දිකන් නැති කුරවවා හොට්ටෙ අබදුවෙස් ඒනා උලේනි නුෆුදිගෙන්නේ එෆද මීහෙක ෆෙන්නානි ඒනාගේ ෆකීරුකම් අබදුවෙස් ඒනා දුවානි දුනිය ෆහතුන් නමවෙස් එමීහෙගේ හුරිහාවෙස් එදුමකි අදි කම්බොඩුමකි ආඛිරකමුග හදාෆිනම මෑන් අල්ලාහු ඒනාය ෆුදුන්තරිවේ ශුකුරුවරි හිතෙත් දෙවවා හොට්ටෙ ඒනාගේ ෆහතුන් දුනියේගේ තනවස්කන් අන්නානේ දුනියේකි ෆනාවනිවි වගුති තනේ අල්ලාහු එංගෙවි ගොත රංගලන් උලේ මීහෙක දුනියේකි මුහිම්මු තනේ නෝ එකමකු ඒනාගේ කම්බොඩුවන් ජෙහෙනි ඒනා කම්බොඩුවන් ජෙහෙනි ದಾಯಿಮಿ ಗೋವತಿನ್ ಜಾಗೆ ನುಲಿಬಿದಾನೆ ಕಮ ಹೀವನ್ಯ ಸುವರುಗೆ ಹಾಸಿಲ್ ನುವೆದಾನ ಕಮ ಹೀವನ್ಯ ಸುವರುಗೆ ಹಾಸಿಲ್ ವಾಣಿ ಫಾಫತಕ ದುರುಹುಲಿವೆ ಉಳುಮ್ಗೆ ಸಬಬು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರುಹಿಯೊಡಿಗತುನ್ ಲಿಬೆ ಮಿಹಕ ದುನಿಯೆಗೆ ಎದುಮಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಬಯ್ಯೆ ಅದಿ ಎಬಯ್ಯಂ ಒಯಿನ್ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳು ಫರುವಾಯಕಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಎದುಮ ದೊಕೊಳು ಹೆದುಮೆ ಹಿತ್ತಕಂ ಹಮಜೆಹುಮ ಆರೋಕನ್ ಲಿಬೇನಿ ತಕ್ವಾವೆರಿಕಮ ತೌಹೀದ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಕಿಯಮನ್ ತೆರಿವುಮ್ಗೆ ತೆರಿಂ ರಿವತಿ ಅಖ್ಲಾಗ ರಂಗಳು ಸುಲೂಕ ಮೀಹುನ್ನ ಹೇವಕೊ ಮುಆಮಲಾತ್ ಕುರುಮುಗೆ ತೆರೆಂ. الوصية الثانية الإيمان بالقضاء والقدر.
يهون المصائب، ومن آمن بالقضاء والقدر هانت عليه المصائب، فلا يكون شيء في الكون إلا بعلم الله وإرادته، ولا يخرج شيء في العالم إلا عن مشيئته، ولا يصدر أمر إلا عن تدبيره وتقديره، ولله في خلقه أقدار ماضية لا ترد أحكامها ولا تصد عن الأغراض سهامها، وليس أحد تصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا وهو في القدر المقدور والقضاء المسطور. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فلا تستعظموا حوادث الأيام إذا نزلت، ولا تجزعوا من البلايا إذا أعضلت، ولا تستطيلوا زمن البلاء، ولا تقنطوا من فرج الله، ولا تقطعوا الرجاء من الله، فكل بلاء وإن جل زائل، وكل هم وإن ثقل حائل، وإن بعد العسر يسرا، وبعد الهزيمة نصرا، وبعد الكدر صفوا، وبعد المطر صحوا، وعند تناهي الشدة تنزل الرحمة، وعند تضايق البلاء يكون الرخاء. فلا تكونوا ضحايا القلق وجلساء الكآبة وسجناء التشاؤم وأسار الهموم، فسموم الهموم تشتت الأفكار وتقصر الأعمار. فاسترجع يا عبد الله عند كل مصيبة، فإن الاسترجاع ترياق للهموم وتسلية للمحزون، وقد جعل الله الاسترجاع ملجأ لذوي المصائب وعصمة للممتحنين، ووعد الصابرين المسترجعين بمغفرته ورحمته جزاء اصطبارهم على محنه وتسليمهم لقضائه. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر جنة المؤمن وحصن المتوكل، فاصبر على نكبة أوهتك شدتها وأعيتك محنتها، اصبر على حلو القضاء ومره، ولاقي مرارة البلوى بعزائم الصبر، ففي الصبر مسلات للأحزان، صبرا على غمرات البلاء وصدماته، صبرا على نكبات الدهر ومصيباته، فما صفى لامرئ عيش ولا دامت لحي اللذة. آده දෙවන වසියතකි ගදා කදරන් ඊමාම් මුසීබත් ලුයුම් මෑන් අල්ලාහ්ගේ අමුර්ෆුලතක තබාවේ නහී කුරේ විකන්දතක දුරුහෙලිවා හගීගී මානග ගදා කදරන් ඊමාම් වා මුමිනකු දුනියේගේ මුසීබතකි බොඩුකමක නොහදාන එහෙම් මිහුන් ඉහ්සාස් කුරාහා තුරාතකෙන් ඉෆද මිහක ඉහ්සාස් නුකුරන් එමිහුන් කබූල් කුරානී දුනියේගා හුරිහා කමෙන් හිගානි කණ්ඩලිෆාවා ගොතක්කම මෑන් අල්ලාහ් වහී කුරවා ෆාවා බස්පුලගේ මානගාවේ එබ්බස් මුසීබාතේ තිමන් රස්කලාංගේ ඒ මුසීබාතේ වුජූද නිරුවුම්ගේ කුරින් ෆොතෙග්ගා ලිව්වාෆා වා හාලුගා මෙනුයි බිමබ්වියස් නොත තියබෑ මිහුන්ගේ අමිල නෆ්සුතකව්වියස් ඇස් නුජේ හමකෂෝරුන් එකන්දතේකි අල්ලාහ් දාදි ෆසේහ කමගේ ඒ තියබෑ මිහුන්ගේ කිබෑන් ෆාතුවේ හිඟජ්ජ කමගේ මච්ච තියබෑ මිහුන් හිතාම නුකොලොමෂා අද එකදාංගේ තියබෑ මිහුන්න දෙව්වාෆි කමගේ මච්ච උෆාකෝ බොඩාවේ නුගතුමට්ටකේ කිබුරුවරිවේ ෆඛුරුවරිවා එව්වස් මිහකෝ දෙකේ අල්ලාහ් ලෝබෝඩගෙන නුවතේ හමෆදෙන් දුනියේගා ඉන්සානෙගේ ඉහුමාලි නැති කුර්මතිවා බොඩති මුසීබතක ඉම්තිහානුතක කි ඉන්සානා ඉම්තිහානු කරවු මට්ටක මෑන් අල්ලාහ් කුර්මත් කුරවා කන්තත්තක්කන් එනා දන්නානේ එෆද කංකම කෙතරි වෙජ්ජ මීහක හුරි ස්වරුගේ උෆාවරකම්ගේ ખબર මෑන් අල්ලාහ් වහී කුරවා ෆා බස් ෆුල ගමනාගේ හමකෂවරුන් තිමරස් කලාංගේ තියබෑ මිහුන් ඉම්තිහානු කරවා හුෂීමේ ඒ බිරුවරි කම බඩොහැ හුණු කම්ගේ තෙරෙන් කමෙ මෙදුවරි කුරෙවු මුන්නේ අදි මුදාතක ෆුරානතක මේවාත උනි කුරෙවු මුන්නේ අදි කෙත්තරින් නම් උෆාවරි කම්ගේ ખબર කලේක ෆානු දෙවාෂේ qada qadaran iman wa tawhiduga ahluwerin sihuruwerinna faalu bala mihunna ramalu jaha mihunna kahinun gata nodana al imam muslim riwa kurawa fa hadithe ge mana gawe arrafe ge gata gos ebahi ghaibu gawa kankan hodagan kama dawwa kura mihe ge gata gos
ඒනා දක්කා වාහක කබූල් කොෆි මීහාගේ නමාදු සාලිස් දොස් වන්දෙන් කබූලෙන් නුකරවානෙතේ. الوصية الثالثة حافظوا على الصلوات. الصلاة علامة الإيمان وعصمة الأديان وطهرة الأبدان ومذهبة الأحزان، وهي أم الخيرات ومنبع البركات ومجمع المسرات. وقد جاء الترهيب الشديد والتخويف البالغ الأكيد والتهديد الزاجر الوعيد لمن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، عن المكتوبة عن وقتها المقدر لها شرعا. فقال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عنها سهو إهمال وتغافل وتكاسل، لا يلتفتون إليها ولا يعبؤون بها ولا يكترثون بأوقاتها. فيا من لم يزل بترك الصلاة معروفا وبالمعاصي مشغوفا وعن الخير مصروفا، يا من لا يقرب المساجد إلا هجرا ولا يأتي الصلاة إلا دبرا، تب قبل الفوات وأقلع عن الهفوات. يا لاهيا عن صلاتك كيف تأمل أن تعيش في حلل المسرة رافلا ولم تزل في ليلك ونهارك عن الصلاة غافلا. يا من ترك الصلاة وأصر، يا من إذا نودي لها أدبر وتولى وفر، يا من على ما يضره قد استمر، يا من أعلن بالمعاصي وأصر. قل لي بربك لأي يوم أخرت توبتك ولأي حين أجلت أوبتك. يا غافلا ماذا تنتظر، يا لاهيا متى تعتبر وتنزجر، يا عاصيا متى تعود لمولاك وتعتذر. يا من إذا دعي إلى الصلاة تأفف، يا من إذا مشى إلى الناس إلى المساجد تخلف، يا من إذا سمع النداء تمهل وسوف. ألا تعتبر بمن رحل من القرناء، ألا ترعوي وقد طوى الموت الأحبة والأخلاء. فإلى متى تؤخر التوبة وما أنت بمعذور، إلى متى وأنت في الغفلة والقسوة والغرور. تيمون وصيتكي تيبامي هن نماذ الركعات رواشه نماذك إسلام كمغ مهم ويركم أي إنسان مسلمك نوت مؤمنك أنجاد علامة فرض فس نماذ الركعات ريومي مسلمك مهم واجب ما الله وحيك روافا بس فلك معنا جاوه تيبامي هن نماذ تكا أدي مدو نماذ كمچ الركعات رواشه أدي تيبامي هن الله كيامن تريوه مدوما تري كما يكون نماذ قائم وتبيشه فرض فس نماذ أدا كرمواني إيجي وقوت تكوغا كنك كمن نتي فرواتر كمايكو غافل وتبه نماذ كرامي هن حلاك هوري كما مان الله وحي كروا فاوي එකදාගේ බස් ෆුලුගේ මානා ගාවේ ෆහේ එවරෙන් නමාදා මෙදු ගාෆිලු එතිබේ නමාද් කුරාමි හුන්න ගෙල්ලුමා හලා කොටේ ෆහේ එවරෙන්ගේ නමාදා මෙදු ගාෆිලු එතිබේ නමාද් කුරාමි හුන්න ගෙල්ලුමා හලා කොටේ ලදරින්න එකුදීන්ගේ ලෆතුක නමාද් කුරම බාරවලු මෂා බොඩති උමුන් අදබුදීගෙන් වෙස් නමාද් කුරා කොදීන්න එකුදීන් හෙදුම බාරවලුවා මන් නබියා හදීස් කුරවා වා බස් ෆුලුගේ මානා ගාවේ තෙබෑමේ හුන්ගේ දරින්ගේ උමුරුන් හයින්හාරු ෆුරුමුන් එකුදින් නමාද් කුර්ම අංගාෂ අදි දිහාරු ෆුරුමුන් නමාද ෆරුවා කුඩ කුරානම එකමට්ටක අදබු දේශ අදි එකුදින් නිදා තම්මතිත වකි කුරාෂ මේ හදීස බදායරු කුඩ කුදින් ලෆතුග නමාද ෆරිත කොද්දෙන් ජෙහෙනකන් එංගේ නමාද වගතු ෆස් හඳාන්නේ තුමායි නිදීගේ සබු නමාද දුවෙජ්ජ නම මීහා අමල් කුරම් විගොයි කීරිත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් ෆුල්ගා බයන් කරවා ෆාවේ එයි හඳාන්නතිගෙන් නමාද දූ කොල්ල විජ්ජ නම ඒගේ කෆාරායකි හඳා වමුන් එ නමාද කුර්මේ එනුන් එහෙන් කෆාරාය නමාද කරනුවේ. الوصية الرابعة إصلاح ذات البين. فمن أعظم القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين فصل الخصومات الثائرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعدل بين الاثنين صدقة. وهل جنى المتشاجرون المتنافرون المتحاورون من دوام التصارم والتطاحن إلا سوء الأحدوثة والسمعة وتكدر العيش الصفي وتعثر النوم الهني وتعب الأجساد فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. හතරවන වසියතකි දේදේ ෆරුදුන්ගේ මෙදුග සුල්හවරිකන් දෙමෙහෙට්ටෝ මිස්සකුන්ගේ මෙදුග උෆෙදේ දෙබස්සුන්තන් හල්ලුකෝ
මීහුන්ගේ මෙදුග සුල්හ කුරුමකි ඉස්ලාම් දීනුගේ මුහිම අසාසෙ ෆිතුන ෆසාද නත්තලුමකි සුල්හ වෙරිකන් දෙමෙහෙට්ටුම නුහනු බේනුතරි කමෙ කීරිත කුර්ආනා කීරිත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නතුන් මිකමුගේ මුහිම්මුකන් එංගේ මයින් අල්ලාහ් වහී කුරවා ෆා බස්ෆුලුගේ මානා ගාවේ ෆහි අල්ලාහ් තියබා මිහුන් තක්වා වෙරිවාෂේ අදි තියබා මිහුන්ගේ දෙමෙදුගේ ගුළුන්තන් ඉස්ලාහ් කුරාෂේ ඉන්සානාගේ අෆ්ෆාගේ කොම්මෙ කෂිකොලක සදකාතෙවේ ෆෑසායා මුදලු නූන සදකා කුරවෙන ඒගේ තෙරේග මිහුන්ගේ මෙදුග සුල්හ කායම් කුරුමකි සදකාතකවේ කීරිති රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ බස්ෆුලුගේ මානා ගාවේ ඉන්සානාගේ අෆ්ෆාගේ කොම්මෙ කෂිකොලක සදකාතෙවේ එයි එදුහකන් ඉරු එරි කොම්මෙ දුහකුමේ දෙමීහෙගේ දෙමෙදු සුල්හ කුලවමකි සදකාතකේ ජනවාරගේ බුරකෂ මච්ච මුදලෙන් අරුවා දිනුන් නුවත මුදලේ බාලා දිනුමකි සදකාතකේ හේව බහෙ බොනුමකි සදකාතකේ නමාද දියුමන් අලා කොම්මෙ ෆියවලකි සදකාතකේ මගුමතිගා මීහුන්න උදගු ආගොතන් හුන්න තකෙති ඉෆරා කොල්ලුමකි වෙස් සදකාතකේ الوصية الخامسة الحرص على مجالس العلم والذكر من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنما هي رياض الجنة ومجالس الذكر هي مجالس الملائكة ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده فصون وصيتك علماي الله هندم كرمගේ مجلس තහුග බෑරියුම් ඉමාම් ඉබ්නු කයිම් රහිමහුල්ලාහ් විදාල වෆාවා බස්ෆුලේ මීහක ස්වර්ගයේ බගීචායගේ ඉන්නම් බේනුන් නම මායන් අල්ලාහ් හඳුම කුරුමුගේ මජ්ලිහගේ ඉෂින්න හුෂිකමේ ෆහේ ස්වර්ගයේ බගීචායගේ මායන් අල්ලාහ් හඳුම කුරේ මජ්ලිස්තකී මලායිකතු වඩයන්නවා මජ්ලිස්තකේ ඒගේ බදලුග ගාෆිලුමා බේකාර් වාහක දක්කා මජ්ලිස්තකී ෂයිතානුන් හාදිරුවා මජ්ලිස්තකේ මේ දෙබාවතුක මජ්ලිස්තකුන් කුරේ එමීහක එදේ මජ්ලිහෙන් ඉඛතියාර් කුරාන් වියේ කීරිත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ බස්ෆුලගේ මානා ගාවේ බයකු මිහුන් අල්ලාහ් හඳුම කුරුමුග මජ්ලිහෙ කොෆිනම මලායිකතුන් එබෑමිහුන් වශාලා වනත රහම එමිහුන් වශාලානත එමිහුන් මච්චන් හමහිමෙන්කන් බාවාල වනත අදි අල්ලාහ් තාලාගේ හදරත් ගාවා බයගේ ගාතුග එමිහුන්ගේ වාහක වහී කුරවනත මයන් අල්ලාහ් රසූල් ලබි මුආද් බින් ජබල් විදාල ෆාවය තෙබෑමිහුන් ඉල්මුන් ගෙනේෂ එහෙනි ඉල්මු ගෙනුමකි හේවකමක එකමන් එදුමකි අලුකමක ඉල්මු මුරාජා කුර්මකි තස්බීහක ඉල්මු හෝදම් මසක කුර්මකි ජිහාදක අහලුවරින්ගේ මච්ච ඉල්මුන් හේද කුර්මකි කුත්තමුමක නුදන්න මීහක ඉල්මු ගන්නා දිනුමකි සදකාතක الوصية السادسة حسن الخلق وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وحسن الخلق هو القيام بالحقوق والإحسان والبر والصلة وسلامة الصدر وحسن البشر وصدق الحديث والعدل والنصفة وبسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه حوانا وصيتك ريوتي أخلاق كي ريتي فيرام أي فقيرونج مستندين زينة تركان باجورين فيران أبوروركما قدروركما سبب ما الله رسول الله أبو ذر وداول فاوي تمن كليك فان أريهوغا كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا فاوي تباوي كم تنجا ما الله تقوى ورواشه نباكم كروي جنما إيفاو هيوكم كراشه إيرون هيوكم نباكم فهلانته أدي ميستكونا ريوت أخلاق معاملات كراشه أدي بس ريوت أخلاق بهجوتون ورجنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كروا فاوي إيجي تريجا مؤمن على إنا غريبة أخلاق وكسببون
sunne roda hifa re alukan kura mihege daraja fore riwati akhlaga ke suwaruga wanuma magufahiwa amale adiwes rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fuqrawa fa bas fulage maana gawe emme gina bayku suwaruga wanuma magufahi kadde amalaki man allah taqwa verumai riwati akhlaga. الوصية السابعة الحذر من الحسد. الحذر من الحسد، والحسد داء الجسد. الحسد داء الجسد، ومن غوائل الحسد تنقيص العمر وتشتيت الفكر، والحسد من الذنوب العظام والكبائر الجسام، لأنه يأكل الحسنات ويديم الحسرات، ويصل إلى الحاسد 5 عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مكروه: غم لا ينقطع، ومصيبة لا يؤجر عليها، ومذمة لا يحمد عليها، ويسخط عليه الرب، وتغلق عليه أبواب التوفيق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا وما خلا من جسد من حسد. أما الكريم فيخفيه، وأما اللئيم فيبديه. فلا تحسد أحدا من عباد الله عز وجل على نعمة أنعم الله بها عليها، وليكن صدرك صدرا نظيفا طاهرا محبا للخير لجميع المسلمين، فإن الذي قدر النعمة لفلان هو الله سبحانه وتعالى، ولا راد لما قدر الله عز وجل. حيفنا وصيتك حسد وريوما درو حسد وركمكي أخلاقي أم نباسفة أي أباد وركم أساس حسد وركمكي تماغي أخايا اللي بفوان يمت كامدوغا نورهم إن يومين إينا كيبان فيلاد يومين يدوم حسد ورين تين علامات في إينا حسد ورميها فن حسابوغا نكان جنا جنا تعريف قرآن نتنوغا غيبة بنان مصيبات جهي جنام إكما وفا قرآن حسد ورنوما إرشاد دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قروا فا بس فل جمانا جاوه تبع ميه إكا كوانكا كودك رولي ناناشة إكا كوانكا كوماتش حسد ورنواشة تبع ميه نكى مان الله كا ألون تكى غوتوكا أخون تكى كموجا واشة نيومت تدفي مان الله إهن كمون إبس ميه كا حسد ورنوه ألون مان إكا كوانكا كهيوه ديجن أولي مانه. الوصية الثامنة حفظ اللسان. من أسباب الشقاء ونزول البلاء الاستطالة في عرض المسلم. لا يجوز أن يستطيل المسلم في عرض أخيه المسلم. لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فيكشف الله سترا من مساويك. فعلى المسلم حق المسلم على المسلم أن يستر عورته ويغفر زلته ويرحم عبرته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويقضي حاجته ويشمت عطسته ويرد ضالته ويواليه ولا يعاديه وينصره على ظالمه ويكفه عن ظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحب له إلا ما يحب لنفسه ولا يذكر مساويه ولا يغتابه ولا يحقره ولا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فكف لسانك عن أعراض المسلمين ولا تخض في أعراض المسلمين ولا تذكر أحدا بسوء أو عيب أو تنقيص، فإن هذا محرم في الشرع. أفضل وصيتك دورك كاتريوما ديوه ريوتي بهم ميهنا مخاطب كرما ميهنge كutta وانهنا كرم ريوتي بهم ميهنا معاملات كرما دورك كاتر كرما كي إسلام دينوغا وربودا باروالا فاوا كمه ميهنge كون هودا إبست حقيقة نكو هيتوري غوتك يواه كتا فتورما كي ميدو عامو مغانا كمه دونو باكما بدو بستبونه ولوما ميستكونغ أبوران عراغتوما كي ورد داشو درجاگه كنكم ඒකමුගේ සබබුන් එතන් නොබයක මගු ෆයිවේ ඉස්ලාම් දීනුග මිහුන්නා මුඛාතබ් කුරුම අංගවාෆවනේ රීවති බහුන් කීරිත කුර්ආනුග මං අල්ලාහ් වනේ මිකම මගු දක්කවාෆා මුස්ලිම් ඉන්සානා එනාගේ අඛායන් හෙවකොන් හිතුමා නස්රු දිනුමා අනියයි ලිබිජනම එකමුන් සලාමේ වුමා මිෆද කිතම් හෙව සිෆතකේ එනාගේ මුස්ලිම් අඛායා මෙදුග අදා කුරුම මුස්ලිම් මච්ච මං අල්ලාහ් වනේ අංගවාෆා. والحذر من فتنة السباب. السباب لقاح الفتنة،
والسباب لا يرد شاردا ولا يجذب معاندا، وإنما يزرع ضغائن وأحقادا ويزيد المخالف إصرارا وعنادا. فيا من تتسارعون إلى وسائل الاتصال الحديثة فتتخذون تلك الأحدوثات وتلك الوقائع وتلك الوسائل وسيلة للتساب والتشاتم، تسطرون اللعائن، يا من تسطرون اللعائن والشتائم وتطلقون التهم والأحكام، ستسألون يوم القيامة عما تكتبون. فاتقوا الله عز وجل يا من توارى وراء شاشة جهازه، يا من استتر باسم مستعار وتباعد عن الأنظار وصار يكيل السب والشتم لغيره. أنسيت أن الله يراك وهو مطلع على سرك ونجواك؟ وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. آده نووانا وصيتوගේ තෙරෙන් මීහුන්න හුතුරු එච්චි ගෝමා දුරු හෙලියුම් ෂේඛුගේ වාහකගේ විදාලවනේ දූරක්කා තෙරකොමුගේ ඉතුරු මීහුන්නා දිමාලා මෑබෆා ගෝමා එමිහුන් ෆදීහෙ කුර්මා අදි අම්දුම් මිසමානුගේ එකේකි වසීලෙත බේනුකොගේ මීහුන්නා දිමාලා හුතුරු එච්චි කියුමා මිබාවතුගේ එම්මෙහා කන්දතකුන් දුරුවන් ජේනකම අදි සෝෂල් මීඩියාගේ එකේකි වසීලෙත බේනුකොගෙන් සිර්රු නන්ත බේනුකොගෙන් එකි මීහුන්ගේ අබුරාබෙහි මිබාවතුගේ අමල්තන් හිංගුමකි කණ්ඩායලගෙන් නහී කුරවාෆා කන්තතකෙකන් ෆොරුයිගෙන් හොරේ මීහුන්නා එච්චි කි නමවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමීහකු දෙක දෙනවඩිගෙන් වාකන් කොම්මෙ මීහකුවස් දන්නන් ජෙහෙනකම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ බස් ෆුලගේ මානාගේ ඔන්නනි මුමිනකි මීහුන්ගේ කුෂුගා හිෆා උලේ මීහෙ නූනේ එනායකි මීහුන්න ලවණෙද්දී උලේ මීහෙ නූනේ අදි මුමිනායකි ෆාහිෂු තුරුබහුන් වාහක දක්කා උලේ ලදුකුඩ ගොක්කුඩ මීහෙ වෙස් නූනේ. الوصية العاشرة الحظ على الرفق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. فما أجمل البيوت يحفها الرفق واللين، وما حرم أهل بيت الرفق إلا حرموا الخير. وما أحسن البيوت يزينها الرفق ويلفها اللين ويجملها العطف والبر والحنان وتغشاها السكينة والطمأنينة. وما أتعس البيوت يزلزلها الضجاج والجدال وتفسدها المشارة والمشاغبة والمخاصمة والمفاتنة. فاتقوا الله في بيوتكم وتعاملوا بالرفق واللين واللطف وحسن التعامل. දිහවන වසියතකි ඕගාවරිකම හිව්වර්දිනුමා බාරවලොම් ඕගාතරිකමගේ මතිවරි ඕගාතරිකමකී මතිවරි සිෆේ බුද්ධිවරි මෑන් ඉන්සානුන්ගේ සිෆේ එයි කාමියාබුගේ එබ්බා මීහෙගේ කිබෑන් එසිෆ හුරුමා නුහුරුමුගේ තෆාතු අංගා දෙවමුන් කීරිත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ බස් ෆුලගේ මානාගා බෑන් කරවාෆාවේ මීහෙක ඕගාවරිකමගේ මෑ සිෆ ලිබුමකී හේවකමුගේ තෙරෙන් ඒනාය ෆුදේවරුගේ බයෙන් ඒනාය ලිබුමේ අදි මීහෙක ඕගාවරිකමුගේ සිෆා මහරූම් ඌමකී ඒනාය බේනුවා හේවකමුන් ඒනා මහරූම් ඌමේ අදිවෙස් ඉතුරු කෙලෙක් ෆානුගේ බස් ෆුලගේ මානාගාවේ එබ්බස් කමෙක්ගා ඕගාවරිකන් හිමෙනිජ්ජ නම එකම සීනෙත් තෙරි නුවේ නුදා හොටේ අදි එබ්බස් කමකුන් ඕගාවරිකන් ෆිලා දියුමකී එකමෙන් හුතුරු නුවේ නුදාන එකමකේ එහෙන් කමුන් අල්ගොන් මෙන් කොම්මෙ මීහෙකෝස් කොම්මෙ බයකොස් එබේගේ ආයිලාගේ තෙරේක ගේ තෙරේක එබ්බේ කොනෙබ්බේක ඕගා තෙරියුම ගදාලා මසක කුරන් ජෙහෙන. الوصية 11 الحث على اجتناب أهل المعاصي، النأي عن مجالسة العصاة ومفارقتهم ومجانبة ساحتهم واعتزال أماكنهم والانكفاف عن صحبتهم واجتناب السفر معهم دليل صحة النظر ونور البصيرة. والقلوب ضعيفة والشبه خطافة والفتن تموج، وذو البصيرة يجتنب مجالسة من يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان، ويحذر من مصاحبة المفتونين
الزائغين عن السنة المائلين عن الفضيلة وعن الحشمة وعن أخلاق المسلمين. إغارانو وصيتكي uredumuga holwerinna durum nuba amalta kon ule uredun terinna duruheliumaki kommehem wes muhimmu kame ehen nuniya emihunge terega timawe simani dana kamuga biru onnan ehen wima efada wahaka dakka ule bayaka ki numa man Allahu angawafawe fahish amalta hinga mihunna efada mihunge majlis tawga bawari uma emihun kura amal tawga bawari uma emihun kura amal takan hivwaru dinuma mihuriha kamakon komme muslimakos duruheli wanjehen. الوصية الثانية عشر حسن الصحبة، فالعاقل الحصيف من يخالط الأفاضل ويعاشر الأماثل ولا يصافي غريبا حتى يسبر أحواله ولا يؤاخي مستورا حتى يكشف أفعاله، لأن المرء موسوم بسماء من قارب وموصوف بأفعال من صاحب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ابن الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسما أمورهم وتفقدي، فإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى فبه قرير عين فاشددي. بارون وصيتك هيولفا ميهنايكو أوليشه هيولفا ميهنايكو أولمكي هيولفا كان دسوا كمه رنگلو عادت أشكن كمه فائدة هوري كان دسوا كمه ميهجي عادة كادسكا صفتكا فكرهناني إنا إباكا كي أولي ميهنا إجوتا هما إفدا نبا ميهنا كي أولينيا فناني أدي دسواني وس نبا كان إهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في القرآن فواني مفدين ميها واهوشي إناගේ එක්වරියාගේ දීම් මතිගේ නුවත ගොතුගේ මතිගේ බීමා තිබාතිය උලෙනි කාකා එකීගතෝ බලන් ජෙහෙන තිබාගේ රහමතරියකි කාකුතෝ බලන් ජෙහෙන. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات الخلود. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في أموالنا وفي حياتنا وفي أنفسنا وفي أعمالنا وفي أعمارنا وفي أولادنا وفي ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن والرخاء والاستقرار على بلادنا وبلاد المالديف وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين. اللهم عجل نصرهم. اللهم عجل نصرهم. اللهم اكشف كربتهم. اللهم أقل عثرتهم. اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين المحتلين المعتدين الظالمين يا رب العالمين. وطهر المسجد الأقصى من رجس اليهود يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مستقرة ساكنة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا في أزواجنا وأصلح لنا في ذرياتنا وأصلح لنا في أعمالنا وأقوالنا واجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ الدكتور صلاح المدير دي دارس نمالي ورا هيو دعاءكم دي راجيشا دي راجيك لوبتي ريتون هيو دعاءكم ربهم ادي اسلامي امته هيو دعاءكم دفهم فلسطين لوبتي ريتون هيو دعاءكم دفهم المسجد الاقصى من قرباته الله غزرت الدعاء دنوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير مع الوزير.